عاوزين نفرق ما بين العدسات اللاصقة اللي بتتحط على القرنية واللي دي بتبقى فيها لون فبتغير شكل اللون بتاع العين، وزراعة العدسات اللي جوه العين اللي ما فيهاش حاجة اسمها ألوان. مفيش حاجة اسمها هركب عدسة ملونة. العدسة اللي تتركب دي عدسة شفافة وظيفتها تجميع الضوء على الشبكية. التلوين فقط بيكون بالعدسات اللاصقة اللي من خارج القرنية أو بإجراءات تانية لتغيير لون العين، ولكنها ضارة وغير معتمدة من أي هيئة عالمية طبية محترمة. بالنسبة لإجابة السؤال ده وما يشابهه، الموضوع معقد أو مش معقد، الموضوع فيه تفاصيل كتير. فيعني على الأقل لو مش هكشف على حضرتك، ابعت لي السن ومقاس النضارة، ويا ريت لو في فحص قرنية منهم كده نقدر نقول بصورة مبسطة ايه الحاجات اللي احنا هنبقى محتاجينها. غير كده مش هقدر احدد، يعني في تفاصيل كتير قوي. يعني مثلا ناخد الاي سي ال في منها هندي وامريكي، في منها توريكو عادي، وفي غير الهندي والامريكي كمان. العدسات بقى العادية في هندي وامريكي واوروبي، والامريكي ده في انواع والهندي في انواع. فعشان ما نلخبطش نفسنا، رسالة بسيطة من حضرتك تشرفني تقول لي السن كام سنة، المقاسات قد ايه، يا حبذا لو في فحص قرنية كمان، وتنورني طبعا. بصوا، لو احنا عندنا اساسا كسل عين ده من قبل العمليه هيبقى معروف ان العين دي ضعيفه، سواء لان مقاساتها اعلى، سواء واحد مثلا ممكن تاني غير حضرتك يكون عنده حول او سبب ما سبب ان العين دي ضعيفه والمخ معتمد على العين التانيه. فاحنا مش محتاجين ان احنا نعمل بحث او اي حاجه، لسه 3 اسابيع. طبيعي في الناس حتى اللي ما عندهمش كسل او فرق ما بين العينين ان في عين هتتحسن قبل العين التانيه. فعلى الاقل نعدي شهر نروح عند الدكتور اللي عملنا عنده العمليه، نقيس المقاسات ونسال الدكتور هو انا كان عندي كسل قبل العمليه ولا لا. ومفترض الدكتور لما بيكون في حاله فيها كسل، من ضمن الدردشه والكلام اللي بيقوله قبل العمليه وقت الكشف، بيعرفك انت عندك كسل في العين دي، والعين دي مش متوقعين ان هي هتتحسن غير عند مستوى كذا في المية. فاطمنوا وان شاء الله خير. استاذ مصطفى بيرد على الفيديو بتاع الناس اللي عندهم قصر نظر شديد واحنا بنعمل لهم عمليه اسمها PRP او ريتينوبيكسي، وبنلزق الشبكيه عشان ما تنفصلش. انا مش فاهم بقى قصده ايه بالظبط بقصة الرؤية هتبقى ضباب لان هيحصل لها ضمور في المستقبل بسبب الليزر. مين قال ان الليزر اللي احنا هنعمله هيعمل ضمور؟ مش هيعمل ضمور. الليزر بيلحم طرف الشبكية، بيضرب ليزر فبيخلي طرف الشبكية يلزق في الطبقة اللي تحتيه، تبقى ناشفة وصلبة لانها رقيقة وسهل جدا ان هي يحصل فيها انفصال. اما ان الليزر هيعمل ضمور في الشبكية، لا مش هيحصل ان شاء الله. أستاذ مصعب بيتكلم عن الأعراض الجانبية للليزر. في بعض الناس بياخدوا قطرات مرطبة لفترة أطول شوية. الفكرة كلها إن إحنا بنعمل فلتريشن، أو يعني بنشوف مين اللي ينفع له العملية وبنعملها له، ومين اللي ما ينفعلوش العملية وبنعملهالوش. المشاكل كلها بتيجي مش من الليزر نفسه، من إن الدكتور اختار مريض ما ينفعلوش إن هو يعمل العملية. فلو واحد عنده جفاف عين شديد مش بنعمل له عملية، واحد مقاساته ما هياش كويسة مش بنعمل له عملية، واحد قرنيته ضعيفة مش بنعمل له العملية، واحد عنده مشكلة في سطح العين مش بنعمل له العملية. أما الإنسان الصحيح اللي ما عندوش أي مشاكل ده غالبا إن شاء الله مش بيحصل له أي مشكلة. أقصى حاجة إن هو يحتاج فترة ياخد فيها القطرة المرطبة لترطيب العين، زي ما حضرتك بتقول ان هو بيستخدم الكمبيوتر او الموبايل لفترة طويلة. اما ممارسة الرياضة ما بيكونش خطير ولا حاجة. انا واحد من الناس اللي لعبت كورة بزيادة لما عملت العملية الحمد لله. في اجراءات وعمليات بالليزر او حالات بينفع لها ليزر لتخفيض ضغط العين. الفكره بقى او الموضوع بتاعنا، سواء خدت قطره، عملت ليزر، عملت جراحه، ان انا لازم اتابع قياس الضغط على طول. لانه وارد في بعض الحالات ان احنا بعد ما بنعمل عمليه ممكن الضغط ما يبقاش مستقر. اتمنى طبعا ان انتوا تعملوا العمليه او الليزر او اي حاجه والنظر يفضل مستقر وتشوفوا كويس خالص ان شاء الله. بصوا، لو احنا عندنا اساسا كسل عين ده من قبل العمليه هيبقى معروف ان العين دي ضعيفه، سواء لان مقاساتها اعلى، سواء واحد مثلا ممكن تاني غير حضرتك يكون عنده حول او سبب ما سبب ان العين دي ضعيفه والمخ معتمد على العين التانيه. فاحنا مش محتاجين ان احنا نعمل بحث او اي حاجه، لسه 3 اسابيع. طبيعي في الناس حتى اللي ما عندهمش كسل او فرق ما بين العينين ان في عين هتتحسن قبل العين التانيه. فعلى الاقل نعدي شهر نروح عند الدكتور اللي عملنا عنده العمليه، نقيس المقاسات ونسال الدكتور هو انا كان عندي كسل قبل العمليه ولا لا. ومفترض الدكتور لما بيكون في حاله فيها كسل، من ضمن الدردشه والكلام اللي بيقوله قبل العمليه وقت الكشف، بيعرفك انت عندك كسل في العين دي، والعين دي مش متوقعين ان هي هتتحسن غير عند مستوى كذا في المية. فاطمنوا ان شاء الله خير.